وان شاء الله هحقق لها اللي هي كانت عايزاه، واللي هي كانت ومش عايزاها اعمله لها برضه. وصتك ايه كانت وصتك قبل وفاتها؟ بصراحه موصيانا ان انا ما اشتغلش تاني. الله يرحمه. ناوي تعمل وانت ناوي تاخد الخطوه دي؟ ان شاء الله. هتنفذ وصيتها ان شاء الله. ان شاء الله. ما تشتغلش تاني في الغنى؟ ناوي تنفذ ناوي وصيتها؟ تعتزل الغنى رسميا؟ ان شاء الله. والله العظيم والله العظيم إذا ده حصل يا رضا والله لقد ربح البيع، والله وكلنا في ظهرك. هتلاقي حفاوة ومحبة من الناس مش طبيعية. صوتك ده والله العظيم هيبقى أحلى استثمار في الابتهالات وفي القرآن وفي التواشيح، وهتلاقي محبة الناس ليك في المجتمع ده أكتر من محبة الناس ليك في المجتمع التاني. واحنا دورنا ايه كمسلمين؟ ان الواحد يفرح لاخوه المسلم، اكتب له تعليق حلو. مش دورك ان انت تعلق عليه وتقول كلها شويه ويرجع للغنى تاني وبتاع. الراجل بيحاول يعمل خطوه حلوه، خليك خد بايده. مش دورك ان انت تعمل دور الشيطان. والله كلنا ممكن نتعرض لموقف زي كده، نبقى وحشين ومحتاجين حد يقول لنا بس كلمه حلوه واحنا نبقى كويسين والله وهنبقى زي الفل. قول لاخوك كلمه حلوه، قول له ما تخافش، قول له ما تخافش من الخطوه دي. دوس بقلب جامد واحنا معاك واحنا في ظهرك. زي ما في ناس بتشجع الهلس والهلاسين وبتفضل واقفه في ظهرهم مع انهم ما بيقدموش اي حاجه، انت دورك برضو كراجل مسلم ان انت تقف في ظهر اخوك المسلم في حاجه زي كده. يا اخي ساعده، يا اخي قول له كلمه حلوه. والله الكلمه الحلوه بتفرق، والله الدعوه بتفرق. ادعي له من ورا الكاميرا، ادعي له في الكومنت، ادعي له قدام الكاميرا ورا الكاميرا، ادعي له وانت بتصلي. افرح لاخوك المسلم ان هو هيتوب. والله العظيم يعني مش عارف اقول ايه، بس انا فرحان له. والله انا فرحان له، انا حاسس بيه.